السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله احنا نعملوا مع بعض خبز بالزيتون. الزيتون هذا اللي يكون خضر كما راكم تشوفوا، ولا بروشان فوا ان شاء الله نعملوه بالزيتون كحل بالاعشاب كاع يجي بنين. بالنسبه لهذه الوصفه واش نحتاجو؟ عندنا مشيربه تاع فارينه كما راكم تشوفوا. هذه المشيربه فيها واحد 300 غرام هكذاك، ترفد واحد 300 غرام فارينه. عندنا مغرفه كبيره سكر ماشي معمره، مغرفه كبيره خميره كاع ماشي معمره. ولا واسيتو رطل فارينه عملوا مغرفه يعني اللي تكون معمره تاع الخميره. والسكر كيف كيف. الملح ما نكتروش بزاف بيسكو سينا الزيتون نعرفوا بلي الزيتون مالح. وعندنا 3 مغارف كبار تاع الزيت، يعني دو بريفيرونس يكون زيت زيتون. وشنو تقدروا تواسيو زيت يعني نورمال سونغو. ونحتاجو كاع الماء اللي يكون دافي باش نجمعوا به العجينه تاعنا. ندوزو الان طريقه التحضير. دونك فوالا بسم الله نبدا بطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير نواسيو لا فارين تاعنا، فوالا نزيدو نواسيو معها الخميره. مغرفه قلت لكم كبيره ماشي معمره بزاف، واسيت يعني غير 300 غرام فرينه. عندي لهنا مغرفه كاع ماشي معمره تاع سكر. الملح كاع متواسيوش بزاف بيسك حنا عملو زيتون مالح. ومن بعد نخلط كامل هاد النواشف. بيان سور الخميره والسكر ديروهم بجاه والملح بجاه. خلطوا مليح كامل الخميره. كي نحطوا هكذا الفارينه مع الخميره والسكر لازم نخلطوهم بيان باش العجينه تاعنا ما تجيش محببه، هذيك الخميره ما تخرجلناش فوق العجينه هكذا. ومن بعد نبداو نطمو في العجينه تاعنا بالماء اللي يكون دافي. بسم الله هكذا. هذا الخبز يجي بزاف هايل سورتو في رمضان، يجي هايل. فوالا نزيد الماء بسم الله حتى نتحصل على عجينه اللي تكون ما راهيش يعني ناشفه بزاف او ميم طون ماشي جاريه بزاف. يعني دوك نوريكم كيفاش تكون. لازم تكون العجينه تاعكم طريه كما نقول لكم توجور في المعجنات ولا في الخبز. توجور العجينه لازم تكون طريه باش يجينا الخبز تاعنا خفيف هكذا. نزيد شويه تاع الماء منه هكذا سيبون ما نزيدش. هكذا لازم تكون العجينه تاعنا طريه كما راكم تشوفوا هكذا. كما نعرفوا الفارينه ما تحبش بزاف العجين، ما ندلكوهاش بزاف، غير شويه هكذا ليجيرمون برك قسمه نطموها ونغطوها ونخلوها تخمر. هذا الخبز نديرو هكذا يعني ما نحطوش الزيتون ما نحطوش الزيت، نخمرو قبل هاد العجينه تاعنا بعد ما تخمر باش ندخلو لها الزيت وندخلو لها الزيتون. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. نطم كامل العجينه تاعي بجاه نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما تخمر نرجع لكم. دونك فوالا بعد ما العجينه تاعي خمرت كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. دوك نبدا نزيد لها الزيت والزيتون اللي قلت لكم عليه. نواسيو الزيتون بسم الله ونواسيو 3 مغارف كبار تاع الزيت. نواسيها هكذا نورمالمون 3. دونك فوالا هكذا. ونبدا بسم الله ندخل لهم هكذا في الزيتون مع هذاك الزيت. يعاونني باش العجينه تاعي ما توليش تلصق كيما راكم تشوفوا. حي كامل العجينه اللي لاصقت لي هذا. وندخل الزيتون والزيت في لاباط تاعي. هاي ليك لاباط راهي بزاف هايله بزاف خفيفه هكذا. فوالا ندخلوا لها كامل الزيتون وكامل هذاك الزيت حتى لقلبها. ومن بعد نبداو نعملوا الفاصوناج تاع الخبز تاعنا، يعني نواسو ديريكتومون الفاصوناج ما حش نزيدو نخلوها تخمر حتى نديروا الفاصوناج باش نعاودو نخمروها وندخلوها طيب في الفور. دونك فوالا نجوز نوري لكم كيفاش نعملوا الفاصوناج تاع الخبز تاعنا. دونك بسم الله نعملوا شويه تاع لافارين سور لو بلان دو طرافاي. ونجيبو العجينه تاعنا هاي ليك نحط كامل العجينه تاعي. ومن بعد نشكلوها كيما نحبوا. تحبوا تعملوهم خبيزات صغار، تحبوا خبيزات مدورين يكونوا شويه كبار، تحبوا دي باغيت كيما حبيتوا. انا حنوري لكم انا كيفاش نحن نعملهم هكذا
كيما دائما نقول لكم نعملوا هكذا انبودان باش تسهل لنا العمليه. ومن بعد نقطعوا العجينه تاعنا على شحال حبينا، متسناش نواسيو خبيزات صغار، نواسيو خبيزات مدورين و اون باغيت هكذا. بالنسبه للخبيزات الصغار نواسيو لهم غير هكذا يعني لو بولاج كما راكم تشوفوا، ونعملوهم في السنيوه ديريكتومون من بعد نابلاطيوهم. دونك هذه لا ميم شوز، نواسيو هكذا لا فارين قدامنا، نواسيو لها هكذا فوالا، ونواسيها في السنيوه ومن بعد تخمر شويه ونعاود نابلاطيها. دونك فوالا هادو كاع نديرهم خبيزات مدورين وشنو شويه كبار، نواسيلهم كاع لا ميم شوز هكذا، ومن بعد ما يخمروا شويه في السنيوه نعاودو نحطوهم شويه كما قلت لكم. هادو نواسيوهم شويه كبار فوالا. دونك ولا ديرنيير نواسوها اون باغيت، نجيبو لا فارين قدامنا، نعاونو روحنا بشويه تاع لا فارين ونحلوها. هاوليك شتو الزيتون دوك دخل كامل في قلبها هكذا، نواسيو هكذا ومن بعد نغلق كيما نعملو توجور لي باغيت ولا لا بريوش ولا شاك فوا نغلقو، نواسيو هكذا، نعاونو روحنا بلا فارين اذا شفنا بلي يدنا يتلصق فوالا. ومن بعد كي نلحقو هنا نزيرو كامل عليها فوالا هكذا فوالا، ونسقمو لا باغيت تاعنا في سنيوه. بالنسبه لهذا الخبز ماناش حندهنوه ني بالبيض ني والو، نواسيولو غير الماء، ندهنوه غير بشويه تاع الماء. دوك نوريلكم كيف. دونك فوالا خليت الخبز ديالنا. بالنسبه لهادو اللي كنا واسيناهم خبيزات مدورين شويه كبار، وهادو اللي كنا واسيناهم خبيزات مدورين صغار، هامليك نعملوهم هكذا، نحطوهم غير ليجيرمون هالا هكذا. هادو نحطوهم شويه كانا. اذا شفتوا بلي يلصق لكم في يدكم عاونوا روحكم بلا فارين هكذا فوالا. حطوا مليح الخبز تاعنا. هادو اللي واسيناهم شويه كبار حطوهم ملاح باسكو حيزيدوا يخمروا وحيطلعوا باش ما يجوناش فيهم بزاف لداخل لامي هكا. واسي شويه تاع لافارين هكذا، شويه تاع لافارين برك في يدي ونحضرها فوالا هكذا. دوك نجيبو موس كيما حبيتو، يعني تحبوا تخلوهم هكذا سامبل، تحبوا تجيبوا موس وتواسوا لهم هكذا يعني خطوط نتوما ما حبيتو هكذا. واسيو هاد العمليه قبل ما يخمر الخبز تاعكم ماشي من بعد فوالا. عندي كاع لا باغيت نواسيلها هكذا، وهادو نعمل لهم هكذا اون كخوا برك في الوسط فوالا. من بعد ما واسينا له كامل هكذا نجيبو الزيتون اذا حبينا، يعني هذا اختياري، هو معمر زيتون لداخل. شنو نتوما الا حبيتو تزيدوا له هكذا من الفوق زيتون زيدوا له باش يجيكم شباب فوالا. واسيولو كامل هكذا الزيتون من الفوق. دونك فوالا بعد ما رشقنا كامل الخبز تاعنا هكذا بالزيتون، دونك واش نديرو نجيبو شويه تاع الماء بانسو ونجوزو كامل على الخبز تاعنا على الوجه تاعو غير بالماء، ما ندهنوه ني بالبيض ني بوالو. هاد الماء راح يعطي له لون شباب وميمطون القشره تاعو من بعد تجينا طريه تجينا هايله، ويجي الخبز تاعنا يعني كما نقولوا يبرق
فوالا نكمل ندهن كامل الخبز تاعي، نخليه يعاود يخمر، ندخلو نطيبوه في الفوغ مسخن على درجه حراره 200 ونرجع نوريه لكم جاهز. دونك فوالا هامنيك الخبيزات تاعنا بالزيتون كنا واسيناهم كيف كيما راكم تشوفوا يجيو ما شاء الله. شوفوا الخبز تاعنا شحال يجي طري، هاوليك شوفوا يجي هايل بزاف طري. نتمنى انكم تجربوه سورتو في رمضان يجي ما شاء الله. هم هذوك الخبيزات كاع اللي واسيناهم صغار، وهذا اللي كنا واسيناه هكذا خبيزات كبار. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله طري. دونك نتمنى انكم تجربوا هذا الخبز بالزيتون ان شاء الله وينال اعجابكم. وإلا عجبكم كيما نقول لكم توجور ديروا لي جام، ابونيفو سور ماشين المطبخ محمديه. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام. نوري لكم جوست الخبز تاعنا كيفاش يجينا لداخل. هاك فوالا نقسم معكم تشوفوا الخبز تاعنا كيش يجينا لداخل. شوفوا من التحت كاعنا كيش يجي طايب محمر. بسم الله. فوالا هذيك الخبز تاعنا كيفاش يجي هايل خفيف ما شاء الله كما راكم تشوفوا. نزيد نقسم معاكم هذه. بسم الله. هاو سخون. هاوليك الخبز تاعنا كيفاش يجي ما شاء الله، فيه زيتون داخل، يجي بزاف شباب وبزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله باذن الله وتنجحوا فيه. سلام.